يا اخ، دايرين نشوف اقوى ديستراك حصل في تاريخ السين السوداني من سولجا فجر السين السوداني. الشبيب الدباه كبيركم الان اتحدث، دمر السين السوداني، جابوكم ما ربوك، ريسبكت اجويرو ذيس نوت جوك. انتهى من الراب السوداني. يا عم الشهرة بتجنن فعلا، بس انت حالتك بتحنن. انت اثبت للعالم انه هو صاحب اقوى دسات، اقوى بهارات، اقوى ليركس، اقوى كلمات في السين السوداني. سولجا على الشيخ، تسجيل خروج. قبل ندخل في الموضوع يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وشكرا للدعم في كل اللحظات اللي فاتت. ويلا نخش في الموضوع على طول. طبعا يا باستهتار كده، وعارفين منو اللي قاعد يقول يا طيب. يا من غير تذاكر بيك. يا الله، والله الدخلة دي شكلها كده حتكون نوع من الموت. طيب نواصل. ما كنشنا يا حبيبي زنقتك لما جابت لها ليبي، لا تراجع ما كنشنا يا حبيبي زنقتك لما جابت ليها ليبي. تمام، شوفوا يوم نزلت دموعي روحي تعبت من الدموع. طيب تراجع الاستسلام، وما في راحة في الحرب جو سبيدي، في حياتك اعمل لك ما في راحة في الحرب جو سبيدي، جري بالسرعة. حياتك اعمل لك مشاكل، بخليك تمشي تبيت مع مشاكل، ما تجينا وتحاول تزامل. وباللي بينتزعوا. طيب يا شباب، في حياتك بعمل لك مشاكل، حخليك تمشي تبيت مع مشاكل، يعني حسبب لك مشاكل واخليك من الجنون، حتمشي تقعد مع مشاكل وتقول له بس اسمع لي بيت، اسمع لي مزيكا، انا داير اطلع تراكات جديده. اللحظه دي كان حليم صاحب مشاكل. طيب ما مستجدين، نحن تخلقنا النجوم، نحن ما جامدين، نحن جامدين. سولجا بقول انه نحن اتخلقنا نجوم. طيب ونحن ما جامدين، نحن جامدين شديد يعني. طيب بالدباه كبيركم الان اتحدث، لا اله الا الله، من الليله ما في بغل يتنفس، ما في بغل يتنفس لانه كبير بيتحدث. طيب بس الهجمه مش وتجات، انت ما فاضي من الفودكا والجبنات، انت ما فاضي قاعد تنصح في البنات، انت ما قاعد يخلي الناس والعباد. طيب قال له الهجمه مش وتجات لانه حليم قال له شنو؟ طيب شوفوا معك رئيس الفيفا ما تسعفنا ما حد يتبكر، كيف ما تضيع الهجمه وانت الموسم كله دكه. نواصل. العاده خدتيها ليك، فهمك تعميه ليك، ما حتتقسموا معانا كيك، عندي ديجافو ما فاضي ليك. وكالعاده خدتيها. سولجا بقول له انه انا كالعاده خدتيها لك وفهمك تعميه لك، وعندي ديجافو وما فاضي لك. الديجافو اللي هو الالبوم اللي نزله سولجا قبل سنه. طيب وفهمك تعميه ليك، ما حتتقسموا معانا كيك، البومي قرب وما فاضي ليك. فهمك تعميه ليك، ما حتتقسموا معانا. الالبوم يقرب وما فاضي لك، فهمك تعميه لك. طيب انت ديجافو ما فاضي ليك. زي ما شايفين سولجا فوق العربيه ومعاه الشله والجماعه، انه يا جماعه الزول ده نحن خلاص حفرناه تمام ودفناه والشغله دي انتهت، جيم اوفر يا حليم. طيب ماذا تفعلون في ليبيا؟ قاعدين بس لانه اتضايقنا في السودان وقاعدين، فانت قلت حزموك. ماذا تفعلون في ليبيا؟ ده بوريك انه حليم انطلق ومشي ليبيا قاعد هناك. قال له ماذا تفعلون في ليبيا؟ قال له قاعدين بس. طيب نشوف. حزموني امشي وين؟ نمشي سما ذات البروج، لازم نمشي. طيب كان هزمونا نمشي وين؟ نمشي السماء ذات البروج. هنا سولجا طبعا بيستعين بصوت اخر عشان يورينا الشغل عامل كيف. طيب من الليله قله زود، منو فيكم دار يطلع لي فوق، تعالنا بالله شوق، دقوا وجرف الشوك، جابوكم ما ربوك، ريسبكت اجويرو ذيس نوت جوك، حفروكم ما دفنوك. شوق يا رح. يا عم الشهرة بتجنن فعلا، بس انت حالتك بتحنن. يا عم الشهرة بتجنن فعلا، بس انت حالتك بتحنن. انت طول الموسم متمحن، كله ما تطير ليك تقعد تلحن، لين اعصابك كبدين. لو انت مكن لا ما تسخن، في اي حته كتاب متمكن، دخيله سولجا عيونه بتجنن. وي وهمه اخوكم مكنه في الحاج يوسف، مكنه في الكلاكل. اخوكم مكنه في الحاج يوسف، مكنه في الكلاكل زيت. قال له لو انت مكنه لا ما تسخن، في اي حته كتاب متمكن، دخيله سولجا عيونه بتجنن. ما في راسك قدام، انا بقلب البلد دي فيتنام، انت واقف وخشبة اعدام، انطق لنا شهادة الاسلام. هي فانتاستيك بوهي على بوماستيك، هاشي في الحرب سركاستيك، قلبك ما حديد بلاستيك. فانتاستيك ليه؟ التراك بتاع فانتاستيك وصاحبي طلع قال فيه شنو؟
رد عليه اوه فانتاستيك، بوهي على ابو ماستك، خش في الحرب سركاستيك، قلبك ما حديد ده بلاستيك. وردودنا تستناها طول عمرك بتتمناها، انت عشان تلقاها ودي ولعتك تاني ما تنساها. تلقاها ودي ولعتك تاني ما تنساها. هنا كلامي خلص، دي دوامة لا يوقع ما بتتخلص. شوت البوك ودرجعوا بوسليم واقفلوا لي المثلث. شوت البوكو ده رجعوا بوسليم واقفلوا لي المثلث. يعني انت بوكو اصلا جاي من ليبيا، ما عندك ورق ولا طبعا بيستعين بكلمات عشان يحاول يدس بيه اقوى دس ممكن. وزي ما عارفين هنا بعبر لنا انه شوت البوكو ده رجعوا بوسليم هناك ليبيا واقفلوا لي المثلث، اقفلوا الحدود عشان ما يجيني بوكو تاني بطريقه غير شرعيه. طيب طبعا يا شباب التراك ولا احلى ولا اروع، والله انا بعتبره ده اقوى دس يعني دس ممتع من كل المقاييس، ممتع في الليركس، في الكلمات، في البيت، في البارات، في كل حاجه. حتى وانت بتستمع كده ممتع، حتى لو ما بتفهم في الراب انت بتستمتع. يعني دس حلو وجميل جدا، وكان فيه المونتاج ظابط جدا، والسيناريو حلو، وحتى كل اداء الفرقه كده مع بعضها البعض ولا اروع. اقوى دس انا بعتبره في العام 2022 يا شباب. ودونا رايكم في التعليقات، الدس ده هل ده يعتبر اقوى دس ولا ده ما اقوى دس؟ ورايكم شنو في كلمات تسجيل خروج وكلمات التراك الجديد تراك مولتوف؟ رايكم شنو؟ اقوى كلمات هي في تسجيل خروج ولا اقوى كلمات كانت في الدستراك بتاع مولتوف اللي احنا اصلا حنتناوله برضه ونحلحله حته ونشوف الحاصل شنو؟ شباب لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك يا شباب عشان نكون كتار، وشاكر لكم شديد لدعمكم في الايام اللي فاتت. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم عن ياتو موضوع في الايام الجايه، وشكرا.